السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إزيكم عاملين إيه؟ كل سنة وأنتم طيبين وبخير، يالّا نعمل مع بعض بقى النهارده المكشكشة، بجد سهلة أوي وما بتاخدش وقت خالص ومكوناتها كمان بسيطة جدًا، جدًا، جدًا ومش مكلفة، يالّا نعملها مع بعض، بس الأول لو لسه ما اشتركتوش في القناة اشتركوا، ولو الفيديو عجبكم متنسوش تعملوا لي لايك، وبالهنا والشفا مقدمًا. المقادير بقى هنستخدم نُص كيلو جلاش وهنعمل الحشوة بتاعتنا بالكاسترد. الكاسترد بيتعمل بالطريقة بتاعته اللي مكتوبة على الكيس، هنحط معلقتين من بودر الكاسترد على كوباية ونُص من اللبن البارد، وحطيت عليهم مكعب زبدة، وهنقلبهم الأول على البارد وبعد كده نحطهم على النار، وأول ما يتقلوا هنشيلهم من على النار ونسيبهم على جنب. في ناس حشت المكشكشة بالمهلبية، وفي ناس عملتها بالكريم كراميل، بس أنا عجبتني أكتر الطريقة اللي هي بتاعة الكاسترد فعملت بيها، طلع طعمه حلو أوي. هنفرد الأول في الصينية اللي إحنا هنعمل فيها المكشكشة، هنقص الجلاش على قد الصينية اللي إحنا هنعمله فيها، وهنحط القاعدة بتاعة المكشكشة كده، هنحط مثلًا 6 طبقات من الجلاش أو 5، وبعدين هنزين بين كل طبقة وطبقة السمنة عشان خاطر يبقى مورق كده وطعمه حلو. وبعد كده هنجيب بقى اللي هي الكاسترد اللي إحنا عملناه وسيبناه بارد شوية، هنحطه على الجلاش ونفرده كده زي ما أنتم شايفين، أنا مطلعة الجلاش من الأحرف كده عشان خاطر الكاسترد ما يخرجش برّه ويسيح ويتحرق. هنكشكش بقى لفة ورقة الجلاش زي ما أنتم شايفين كده سهلة أوي، أكنكم بتعملوا المروحة اللي إحنا كنا بنعملها واحنا صغيرين من الورق دي. ممكن ندهنه بالسمنة قبل ما نكشكشه، وممكن ندهنه بالسمنة وهو في الصينية بعد ما نكشكشها كلها ونحطها في الصينية. أي حاجة المهم ندهنها بالسمنة كويس، عشان خاطر الجلاش يطلع طعمه مقرمش وحلو ما يطلعش معضّم كده وناشف، يطلع طعمه جميل يعني الجلاش لازم يتدهن بالسمنة كويس أو بالزبدة اللي إحنا هنحطه يعني. هنكشكشه كده زي ما أنتم شايفين ومش لازم نلزقهم في بعض أوي، يعني ممكن نخلّي في بينهم فراغات شوية بسيطة يعني كده. الصينية دي خدت مني بالضبط نُص كيلو جلاش. بعد ما نحط عليه السمنة كده هنوزّع السمنة كويس أوي بالفرشة عشان نتأكد إن الطبقات كلها واخدة سمنة. الأسهل ممكن نحط السمنة قبل ما نكشكشها عادي يعني مش هتفرق. ده كده أو كده واحد، أهم حاجة يتدهن كويس، هندخلها في فرن على درجة حرارة 180 وأول ما الوش يحمر كده ونتأكد إن من تحت برضه استوى نطلّعها، وهنحط عليها شربات يكون بارد ويكون تقيل، وأول ما تبرد نقطّعها ونحطها في الأطباق ونقدّمها. بجد طلع طعمها حلو أوي، 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 ولازم تجربوها، طعمها جميل، طعمها كده mix من كذا حاجة كده أنا مش عارفة هي إيه بالضبط، بس طعمها حلو أوي. جربوها ما تنسوش تقولوا لي رأيكم فيها إيه في التعليقات، لو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لي لايك والاشتراك في القناة، وبالهنا والشفا.